مساء الفل على الكل، اهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عشاق الكره العراقيه في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. وصل خلاص بسلامه الله المنتخب العراقي الوطني الى الامارات، الى دوله الامارات العربيه المتحده، تحضيرا طبعا لمعسكر الاخير الى قبل نهائيات بطوله كاس اسيا. تعرفين ان شاء الله احنا امامنا في مجموعة المنتخب العراقي كلا من أندونيسيا وفيتنام والمنتخب اليابان. المنتخب الأندونيسي أول مباراة يوم 15 إن شاء الله من هذا الشهر، بعد خلاص أيام بسيطة، يوم الساعة 5 مساء. ومنتخب ان شاء الله امامنا برضو منتخب اليابان، المباراه الثانيه الساعه 2:30 ظهرا يوم 19. والمباراه الاخيره امام منتخب فيتنام يوم 24 في نفس التوقيت. عندنا مباراه ان شاء الله يوم السبت المقبل امام كوريا الجنوبيه، المباراه الاخيره والبروفا الاخيره للمنتخب العراقي الوطني قبل هذه البطوله المهمه. الجماهير العراقيه حط امل كبير على نجوم المنتخب العراقي، وبالاخص النجوم المحترفين، يعني اللي هم طبعا يكونوا على منصات التتويج، وكل التفاؤل، ويعني كلنا متفائلين خير ان شاء الله ان المنتخب العراقي يكون في نهاية هذه البطولة. السيد عدنان درجان امبارح يعني تفقد مقر إقامة المنتخب الوطني في الدوحة، تفقد غرف النوم والجيم والصالات والصالات الحديد. طبعا يعني الراجل ده عامل شغل كبير، ونتمنى ان يكون ثمار الراجل ده ان المنتخب العراقي يفرحه ويفرح الجماهير اللي هم ان شاء الله يكونوا فايزين بهذه البطولة. شايفين الراجل كل صراحة يعني بتفقد كل شيء، وهو على فكرة من شغلانته ممكن الراجل ده يبعت اي نائب من او اي عضو من اتحاد الكورة، اي نائب له، اي حد، لكن الراجل او برضه ممكن حد من الجهاز الفني للمنتخب، لكن الراجل بنفسه تفقد ووصل قبل المنتخب العراقي، وتفقد بنفسه مقر الفندق الاقامه وكل شيء، واطمن على كل شيء قبل وصول اللاعبين. وصل بقى بالنسبه للمحترفين، وصل كل منتظر الماجد وداليو السعيد وزيدان اقبال والامير العماري وبنخيس دوسكو، تعتبر كل اللاعيبه وصلت بسلامه الله. ما فيش ممكن الا علي الحمادي غدا باذن الله، وهو اللي يوصل الى الامارات. النهارده كان في لقاء مع جيفن يعقوب، قال لك كان حلم حياتي اللعب للمنتخب العراقي وقد تحقق، والآن لدينا فريق رائع وسأذهب إلى الدوحة مشجعا هذه المرة. كل التوفيق، وإن شاء الله نشوفك تاني في المنتخب يا لين. بالنسبة برضو للنجم حسن عبد الكريم، سأكون مشجعا لزمايلي اللاعبين في كأس آسيا، وعدم تواجد اسمي يعود لقناعة المدرب كساس، وأنا أحترم هذه القناعات. كلام محترم طبعا. إن على فكرة كان أول امبارح كان في مباراة أمام المنتخب الياباني أمام تايلاند، وقدر يغلب اليابان، غلبت تايلاند 5 أهداف لشيء. طبعا ده في مجموعتنا، ولازم كساس يحذر من اليابان. ان شاء الله انا عندي امل كبير ان المنتخب العراقي هيفوز على اليابان. اندونيسيا لسه مباراه خلصانه حالا امام منتخب ليبيا، وطبعا منتخب ليبيا فاز بنتيجه 4 أهداف لشيء. ان شاء الله المباراه دي تكون في المتناول. بالنسبه لمنتخب اندونيسيا، قدرنا نغلبها 5-0 على ارضنا صحيح، وقدرنا نغلب برضه فيتنام على ارضهم بنتيجه 1-0. يعني ان شاء الله المباراتين ال6 نقاط دول في مجموعه، يعني في جيب المنتخب الياباني. لكن برضه هي مباراه اليابان ان شاء الله نقدر نتغلب ونتصدر هذه المجموعه. اكرم هاشم بدلا لامجد عطوان في المنتخب. انتوا عارفين ان النجم امجد عطوان يعني لاعب زاخو العراقي اتصاب قبل الانضمام للمنتخب بيوم او يومين، لكن يعني الف سلام عليه. امجد كتب على صفحته وقال لك ان الله لا يبتليك بشيء الا وهو خير لك، فقل الحمد لله دائما وابدا. الاتحاد الآسيوي ينشر إحصائيات المنتخب الوطني العراقي ويطرح تساؤلا: هل حان وقت الكأس الثانية لأسود الرافدين؟ إن شاء الله بإذن الله الكأس مرة ثانية لأسود الرافدين. أمير العماري النهارده اتكلم، قال لك لا مستحيل أمام، وده اللي احنا بنقوله على فكرة، لا مستحيل أمام اليابان، وسندخل المواجهة بروح عالية، وسنفرح الجماهير بإحراز لقب كأس آسيا. ديناليو السعيد النهارده قال لك برضه نتمنى الجماهير العراقيه نراها في الدوحه وفي كاس اسيا، وسنقدم كل ما لدينا لاسعاد الجماهير العراقيه. يعني اخبار سريعه كده، كلنا الشغل اليومين دول على المنتخب العراقي الوطني، لان اداهم بطوله مهمه كلنا منتظرينها، وكلنا على شغف اللي احنا نشوف المنتخب العراقي وتالقه في الدوحه باذن الله. شكرا لحضراتكم، شكرا لاخواتي وحبايبي العراقيين في كل مكان. تنسوش دايما تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.